بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه. في البداية كنشكر قناة تزرع 24 على التتبع ديالها لمختلف العمليات والأنشطة داخل مجال كرة السلة المدروسة وخارجها. اليوم دارت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024. اللي تداولنا حول 3 نقاط. النقطة الأولى كتعلق بواحد اتفاقية الشراكة بين الجماعة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق واحد وشبه الجان والزوا. هذه الاتفاقية اللي عندها العلاقة اللي داخلة في واحد الإطار ديال صندوق الوقاية من الكوارث الطبيعية، هو برنامج وطني واللي كتعلق بحماية واحد الجزء اللي هو مهم وعنده أهمية كبرى بالنسبة لجماعة المدرسة، اللي كيتعلق الأمر بالمرافق التعليمية، المؤسسات التعليمية، مجموعة مدارس الجامعية، ملحقة الإعداد الراسي، ومؤسسة الماء والطالب، وملعب القرب. كاين حتى المحطة في المكتب الوطني لمعصرة الشرب. هذا المشروع بالأهمية ديالو استطاعت الجامعة باش تستافد من هذا البرنامج، اللي هو برنامج السنة الماضية 2023. وهذه واحد المحطة ديال التنزيل ديال هذا البرنامج على أرض الواقع. والاتفاقية اللي حضرت بموافقة المجلس بالإجماع، الأعضاء المجلس بالإجماع. والنقطة الثانية تتعلق بتقييم الموسم الدراسي 2024-2025. هذا التقييم اللي بغينا نقيموا مدى جاهزية المؤسسة التعليمية وجميع المتدخلين في المنظومة التربوية لإعداد موسم تعليم جيد على مستوى جميع المدرسة، سواء بالنسبة للمؤسسات كمؤسسات تعليمية، ولا بالنسبة للمؤسسات الطالب والطالبات، كاين المرافق الأخرى كنقل مدرسي، وكاين جمعيات الآباء، وكاين التعليم الأولي، جميع المسائل اللي هي مرتبطة بهذه المنظومة التعليمية. وبخصوص هذه النقطة كاين نقاش اللي هو مثمر حضروا فيه الأغلبية ديال المعنيين بالقطاع، الأغلبية من الإدارات والممثلين المجتمعيين، واللي حضر اللي خرج بواحد العدد ديال التوصيات. التعميم ديال البنايات، التعليم ديال البنايات ديال الإطار المدرسي، وكزيادة في البنايات السكنية، سكنية الأساتذة، المرافق الصحية مثلا، بعض الفرعيات المدرسية، وبعض المسالك الطرقية المعدة ولا القنطرة الرجلية المعدة إلى الفرعيات المدرسية. وتطرح الإشكال ديال النقل المدرسي حدة. والحمد لله هذا الجانب هذا راه الجامعة غتستافد من واحد الابحاث على النقل المدرسي غتعزز على المستوى الممكن، واللي من شأنها باش تخفف من المعاناة ديال المتمدرسين ولا حتى ديال المسؤولين ديال هذا الجانب. النقطة الثالثة كتعلق بمشروع دراسة مشروع الميزانية الجامعة 2025، واللي تزامنات الحمد لله بواحد الزيادة ضريبة على القيمة المضافة بالنسبة كباقي الجامعات على المستوى الوطني ديال 20%، واللي غنستغلوها استثمار على المجلس باش يغطيو بها واحد النقص اللي كاين في واحد العدد ديال الفصول الجامعية، وإضافة لفصول أخرى. ومرة أخرى كنشكركم الصحة على هذه التقنية، وشكرا.